ويا صباح الغلاسة النووية. في ايه يا جماعة؟ هو الكوكب دخل في لعبة كول اوف ديوتي النسخة الواقعية واحنا مش واخدين بالنا؟ لو أول مرة تعدي من هنا فدوس سبسكرايب فورا على قناة هارود اكس، عشان عندنا الحكايات اللي تخليك تقول هو احنا في فيلم ولا ايه؟ الموضوع مش هزار. إسرائيل رجعت تضرب تاني. والله للمرة التانية الجيش الإسرائيلي قام وقصف الموقع النووي في أصفهان في قلب إيران. مش شطارة دي قلة راحة. المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدراي اللي بقى شبه كرتون إعلامي طلع قال أيوة ضربنا أصفهان تاني وعادي يعني، شوية طيارات كده حوالي 50 طيارة حربية نزلوا بالليل عملوا شغل كاوي في عشرات المواقع العسكرية. يعني ايه؟ يعني ليلة ديسكو بطائرات F-35. مش بس كده، قالك الطيارات استهدفت موقع بيصنعوا فيه أجهزة الطرد المركزي جوه المجمع النووي نفسه، وهو نفس المكان اللي إسرائيل ضربته أول مرة يوم 13 يونيو وقالت إحنا مكملين فيه لحد ما نفضيه خالص. مش كده وبس، الجيش الإسرائيلي ما اكتفاش بالموقع النووي، لا يا معلم، كملوا ضرب على شاحنات إيرانية كانت مجهزة تطلق درونز، ومع الضربة نزل فيديو يبين العربيات وهي بتتفحم زي فرخة على الفحم. بس إيران قالت أيوة اتضربنا بس مفيش تسرب إشعاعي يا جدعان، إحنا بخير، نشرب شاي ونرجع لكم. ده غير إن صور أقمار صناعية كشفت إن فيه ضرر حاصل فعلا في أصفهان، مبنيين خبط فيهم الصاروخ وكأنهم كانوا مستنيينه. إسرائيل من يوم 13 يونيو فتح النار على إيران، بتضرب صواريخ بتستهدف مواقع نووية، واغتالت كمان 14 عالم نووي. وإيران ردت، بعثت مئات الطيارات المسيرة والصواريخ البالستية على إسرائيل. يعني الموضوع بقى تيك توك نووي. والوكالة الدولية للطاقة الذرية طلعت بتقول بالراحة يا جماعة، دي منشآت نووية مش فرن عيش، أي تسرب إشعاعي ممكن يفشخ الدنيا. يعني باختصار اللي بيحصل مش مجرد خناقة سياسية، ده صراع عزر النووي، وإحنا بنتفرج ومعانا فشار، بس ممكن نلاقي نفسنا في لحظة بنولع من غير ما نعرف ليه. لو عايز تعرف مين اللي ورا المشهد، مين اللي بيشغل الكاميرا في الظل، ومين بيقرر امتى الكوكب ينفجر، تابعنا على قناة هارود اكس واشترك حالا قبل ما الضربة الجاية تكون جنب بيتكم. دوس لايك، فعل الجرس. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.